عارفين أغنية سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة؟ كانوا بيغنوها اللهم احفظنا اللي بيشتغلوا في بيوت الدعارة، لأن بيوت الدعارة زمان كانت مرخصة، وعلشان يتأكدوا من سلامة كل واحدة كانوا بيبعتوهم لمستشفى السيدة زينب علشان يتأكدوا إنهم مش مرضى وما عندهمش أي أمراض. وكل واحدة كانت بتكشف ويثبت إن هي كانت سليمة كانت بتخرج تغني سلمى يا سلامة ونعم الأخلاق. بس على فكرة بقى، أغنية سلمى يا سلامة غناها سيد درويش أثناء أحداث ثورة 1919، وكتبها بديع خيري لما اتنفى الزعيم سعد زغلول لجزيرة مالطا. ولما غناها سيد درويش بعد شهرين من ثورة 19 كنوع من تشجيع للشعب المصري لأي حد اتنفى لجزيرة زي جزيرة مالطا لما اتنفى ليها الزعيم سعد زغلول، لأن كل الفدائيين كانوا بيتنفوا لجزر كتير اللي احنا بالنسبة لنا الجزر دي دلوقتي أملة، بس بالنسبة لهم وقتها كانت عقاب. بس الأغنية دي في الأساس كانت أغنية وطنية بتتغنى للفدائيين اللي كانوا بيتنفوا لجزر كتير. وعادت غنائها سنة 1977 الفنانة داليدا مرة باللغة المصرية ومرة باللغة الفرنسية، فاحنا أكيد بقى ملناش دعوة بيوت الدعارة كانت بتغنيها لإيه، المهم عندنا إنها طلعت أغنية وطنية.